نعتقد بالعصمة المطلقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف قبل أن يبعث بالنبوة بالصادق الأمين. أحسنتم. هذا من جهة. من جهة أخرى أيها الأحباب أن النبي معصوم قبل البعثة، عندما بعث، بعد البعث. النبي معصوم. نحن نعتقد حتى الأئمة كذلك، نعتقد أن عصمتهم ماذا؟ مطلقة. تعال شوف الطرف المقابل شنو يعتقد بالعصمة. كارثة سوداء يا إخوان، والله كارثة. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث بالنبوة ما معصوم. زين، عندما بعث بالنبوة ليس معصوما إلا في مورد واحد. شنو مورد الواحد؟ شنو يا إخوان؟ مورد التبليغ، الشؤون الدينية. زين، شنو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير معصوم أنه بالعصمة المطلقة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من، حقيقة كلام يضحك الثكلى يا إخوان، يوم من الأيام النبي يصلي وأخطأ في صلاته وقال تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، مدح الأصنام. فالكلام إخواني بائس، أو أن النبي مسحور وهذا السحر يأذيني ويأثر. بابا، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه القرآن بمعارفه وعلومه وحقائقه ودقائقه على قلبه فتحمله. الجبل لم يتحمل هذا القرآن، النبي تحمله. تقول يعتريه السحر وما شاكل ذلك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف انت إخواني أنه هذا الكلام ليش هذا يصير الانحراف؟ لأنه هؤلاء أخذوا تعاليمهم، علومهم، معارفهم، منين أخذوها؟ ما أخذوها من الطريق الصحيح، ما أخذوها من محمد وآل محمد، دوها من غير باب يا إخوان. فحصل هذا الانحراف. زين، هذا على سبيل المعرفة يا إخوان. جرت بهم هذه الأمور إلى أن إخواني دليل آخر ثاني ثالث أتي بكم. هاي إن شاء الله أبحاث مفيدة لكم جدا إخواني. مثلا في سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم قالوا القرآن يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا القرآن يقول، يعني النبي عنده ذنب والعياذ بالله. زين، هذا على حسب فهمه وعقليته البائسة. أما تعال إلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، شلون يوجهون هاي الآية؟ شلون يوجهون؟ شنو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ شنو معناها؟ يقول الإمام ليغفر الله لك ذنبك في قريش. ذنبك عند قريش، مو عند الله سبحانه وتعالى. ليس المراد بالذنب الحقيقي إخوان. مثل موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى فرعون وادعوه. قال موسى لهم علي ذنب. هذا ذنب حقيقي لو شنو إخوان؟ كان قوم موسى بني إسرائيل يرون موسى بنظرهم ذنب. هذا مو الذنب الحقيقي. نبي هذا معصوم مولانا. زين، مسألة أخرى مثلا ووجدك ضالا شنو؟ فهدى. شنو وجدك ضالا؟ قالوا هذا النبي ضال، يعني نبي ضال. المأمون يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له سيدي يا ابن رسول الله شنو معنى ووجدك ضالا فهدى؟ شلون يوجه الإمام؟ حقيقة إخواني من دون آل محمد إحنا شنو ما أدري، والله العلي العظيم كلام يعتصر له القلب. المأمون يسأل الإمام الرضا يقول له شنو هاي ووجدك ضالا فهدى؟ شنو ووجدك ضالا فهدى؟ فيجيب الإمام الرضا فوجدك ضالا في قومك فهداهم بك. حقيقة هاي المعارف إخواني لو آل محمد شلون نفهمها؟ نطلع النبي والعياذ بالله يذني، النبي والعياذ بالله ضال،